السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. في وصفة اليوم غادي نحضر معاكم الشباكية اللي ضروري منها في الطبيلة ديال رمضان. وهاد الشباكية كتجي مقومة هشيشة ومعلكة وبطريقة سهلة ومبسطة، وأيضا طريقة تشبيك اللي سهلة جدا. نشوفوا المقادير. في كأس ديال الخلاط غادي ندير كأس ديال الزلجلان اللي يكون مصهد شويه ونطحنه مزيان. ضروري نتاكد انه تطحن مزيان. وغادي نضيف له كأس ديال اللوز اللي يكون ما محمرش وبالقشر ديالو حتى هو كنطحنه مزيان. غادي نضيف نصف كأس ديال زيت المائدة ما يعادل 70 ملي، ونصف كأس ديال زيت الزيتون، كأس إلا ربع ديال الزبدة اللي كنكون ذوبتها مزيان. بالنسبة للزبدة اللي استخدمت فهي الزبدة الخاصة بالتوريق، ملعقة كبيرة ديال القرفة، ملعقة كبيرة ديال حبة حلاوة، وملعقة كبيرة ديال النافع اللي كيكونوا مطحونين مزيان ومغربلين. ودابا غادي نبشر شوية ديال الكوزة حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. وغادي نزيد راس معلقة ديال الملح وراس ملعقة ديال الخميرة الفورية، ما كنكترش منها بزاف. وغادي نزيد ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات ما يعادل 4 غرام. وغادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان حتى كيتجانسوا. وهذا هو شكل الخليط من بعد ما خلط كل شيء. وفي كاسرونه غادي ندير كأس ونصف ديال ماء الزهر معهم ضامة ديال الزعفران الحر، ونضيف لهم 4 المعالق كبار ديال الخل. وغادي نديرهم فوق النار يدفاو شويه باش بيه نجمع العجين. كناخذ كيلو ديال الدقيق اللي كيكون خاص بالحلويات، وكنضيف له الخليط اللي صايبنا في الاول. وكنبدا نخدم العجين بيدي، كنرمل كلشي المكونات مزيان باش كيتبسبسوا في الدقيق. كنبقى معاه شويه بشويه حتى كنتاكد ان المكونات كلها انسجمت مع بعضها. ودابا غادي نبدا نجمع العجينه بداك ماء الزهر والخل وضامه ديال الزعفران الحر اللي دفيتهم شويه. كنبقى نزيد الخليط شويه بشويه باش نحصل على عجينه متماسكه تكون قابطه في راسها. كيف شفتوا كنضيف الماء الزهر شويه بشويه باش ما تجينيش العجينه رخوه، غادي تصعب لي الخدمه بها. ضروري ما تجيني العجينه متماسكه في راسها باش كتجيني سهله الخدمه. ومن بعد ما جمعت العجينه غادي ندلقها. ضروري ما ندلقها واحد شويه باش تنسجم المكونات وكتقاد ليا العجينه كتولي كتشكل كيف ما بغيت انا. وهذا هو شكل العجينه من بعد ما دلقتها واحد شويه، كتكون متماسكه وفي نفس الوقت كتكون رطبه. كنقسمها على اقسام باش تسهل لي الخدمه، وكنديرها في كيس بلاستيكي باش كتبقى رطبه. الا مشات حتى شربها الريح وما درناهاش في بلاستيك فراها غادي تنشف لنا وغادي تقساح وتشقق لنا في الخدمه. وغادي ندوز مباشره باش نطلق القطعه الاولى ديال العجين. كنسرحها بالدلاك، وهاد المرحله ضروريه باش كتجينا الشباكيه مجعبه من الداخل. كتجي هاد الطريقه بحال كيف كنورقوا الكرواسون. من بعد ما طلقت العجينه دابا كنطويها على شكل مربع وكنرجعها للكيس بلاستيكي باش كترتاح. ونكمل بنفس الطريقه الكميه اللي بقات لي ديال العجين.
هادو هما المربعات ديال العجين ساليتهم كاملين. دابا غادي ندوز باش نشكل الشباكيه، وغادي نجيب اول مربع ديال العجين وغادي نبدا نطلق فيه. بالنسبه ليا غادي نخدم الماكينه ديال التوريق. هذا علاش غادي نقسم العجين باش تجيني سهله في التوريق. وهاد القطع ديال العجين غادي نرجعهم للكيس بلاستيكي باش ما ينشفوليش، وغادي نخلي القطعه اللي غادي نخدم بها فقط. غادي نستمر في التسريح ديالها، وغادي نكمل الخدمه بالماكينه ديال التوريق. غادي ندوز العجين في الجهه الغليظه ديال التوريق، ودابا غادي نرجعها باش تدوز من الجهه الرقيقه. انا في الماكينه عندي الرقم 6، ولكن هذا الرقم كيختلف على حسب نوع الماكينه. صافي كندوز نقطعها بهاد القطاعه ديال الشباكيه اللي متوفره بزاف في الاسواق، ولا كندير غير الجراره. غادي نبدا كنشكل في الشباكيه. كيف شفتوا غادي ندير 2 سميطات ونقلبهم على 2 سميطات. كتبقى لي ديك السمطه الاخرى كنلاصق دوك الاطراف ديال العجين، كنلاصقهم مزيان، وكنقلب الشباكيه للجهه الثانيه، كنخرجها هكا. صافي هذا هو الشكل ديالها. كيف شفتوا سهله في التشكيل. كنحيد لها دوك الاطراف اللي زايدين. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما شبكت العجينه ديالي. كيجي شكلهم زوين خفيف ظريف. غادي ندوز دابا باش نقليها، وغادي ندير زيت في مقله ونخليها حتى تسخن مزيان وتكون على نار متوسطه. وحتى كتسخن لي الزيت عاد كنبدا نرمي فيها الشباكيه. كنبقى كنقلبها مره باش ما نغفلش عليها وتحرق لي من شي جهه. ضروري ما نبقى واقفه عليها كنقلب فيها وكنحركها باش كيجي طيابها موحد في اللون. غير كتبان لي الشباكيه خدات داك اللون المطلوب. كنجرب كناخذ حبه وكنديرها في العسل وكنشوف هذيك هي درجه اللون اللي بغيت، ولا كنخليها تزيد تحمر شويه. انا صافي هنا غادي نحيدهم، ومباشره الشباكيه غير كنحيدوها من الزيت كنديروها في العسل. وكنكمل الطياب بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. ما نغفلش عليها، ضروري ما نبقى واقفه عليها كنقلب في الحبات باش يجيوني كاملين بنفس الدرجه ديال الطياب. ومباشره من المقله كنديرها في العسل باش كتشرب لي داك العسل. كنخليها كتشرب داك العسل مزيان باش كتجي معلكه. من بعد كنستفها في كسكاس وكنخليها كتقطر من داك العسل الزايد عليها. واخر حاجه كنديرها كنرش من فوقها الزلجلان. انا اكتفيت بهذه الطريقه التقليديه للتزيين، وكيبقى على حسب الرغبه. هاد الطريقه ديال الشباكيه كتجي سهله بطريقه مبسطه، وكيف شفتوا مقومه في المقادير، وكتجي مجعبه شاربه العسل معلكه. نتمنى تجربوها، وكيف العاده ما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق الوصفه، وتشاركوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء ديالكم.
نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله في القريب. تهلاو فراسكم وبسلام عليكم.